مرحبا أصحابي، أنا مريم. ويت النهاردة أحكي لكم حكاية جميلة عن عصفورة صغيرة علمتنا الشجاعة والأمل. في غابة بعيدة كانت عصفورة اسمها لولي تعيش فوق شجرة عالية. لولي كانت بتحب تغني كل يوم الصبح بصوتها الجميل، وكانت كل الحيوانات بتفرح وتسمعها. في يوم من الأيام شافت لولي نجمة ساطعة في السماء. النجمة كانت بتنور قوي وبتلمع زي اللؤلؤة. قالت لولي في سرها: ياه، نفسي ألمس النجمة دي بس أكيد مستحيل، أنا صغيرة جدا ومش هقدر أوصل لها. قعدت تبص عليها كل ليلة وتحلم. وفي يوم راحت تحكي لماماها: ماما، هو ينفع أطير لحد النجمة؟ ماما ابتسمت وقالت: يا لولي، مش مهم توصلي للنجمة بإيدك، المهم إنك تحلمي وتفضلي تحاولي، الحلم عمره ما بيضيع. من ساعتها كل يوم الصبح كانت لولي تطير أعلى شوية وتغني للنجمة، وكل مرة النجمة كانت تنور أكتر وتديها طاقة وفرحة. لولي فهمت إن النجمة رمز للأمل، وإنها حتى لو مش هتوصل لها بإيديها هتفضل تحلم وتفرح بنورها. يا أصحابي، الحلم مش لازم يكون سهل، لكن مهم نحافظ عليه في قلوبنا ونحاول نوصله بخطوات صغيرة. خلصت حكايتنا، يا رب تكون عجبتكم. أنا مريم وبحبكم كلكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في حكاية جديدة قريب.